السلام عليكم اخوتي، نتمنى تكون كلشي بخير وعلى خير. كما كتشوفوا في التصويره، الخبر ديال نقل ولا استلام ديال الشاب الثالث اللي تقتل على يد العسكر الجزائري. نتوما عارفين القصه. 5 شهور هادي في 29 غشت، فاش مشاو دوك الربعة ديال الدراري هادوك مشاو للسعودية، مشاو في رحلة. هما الأصل ديالهم من وجدة، يعني هما من وجدة. مشاو على اساس انهم يقضيو العطلة ديالهم. كانوا في جيت سكي. داروا يمكن روطار في الليل ولا بقاو في الليل. المهم انا ما عارف، انا لا ما عندي خبر في الراس ديالي انه تاهوا في البحر وخرجوا عند الحدود الجزائرية. وعوض ما يستقبلوهم ويعرفوا شنو عندهم، يعني يكتشفوا الاول شنو عندهم، هما قاموا بالاطلاق ديال النار عليهم. المهم ماتوا 3. واحد كان باقي عندهم هذه 5 شهور. هذا هو الموضوع اللي منرفزني صراحة. 5 شهور هادي ولا 4 شهور ولا أكتر عاد هو عندهم. يعني العائلة ديالهم تندارت لهم 2 تاع الجنازات. يعني الجنازة الأولى نتاع أنه عرفوا بلا ما مات، وجنازة الزوجة اللي عرفوا بأنها ما اللي غادي يدفنوا فيها. آه المهم، المقتل ديال دوك الزوج الولاء يعني تدفنوا الله يرحمه ويوسع عليهم. كيما عرفتوا في السعودية. جات الخفر السواحل، هزوهم تاوهم، عرفوا العائلة ديالهم. دفنوا الله يرحمه ويوسع عليهم. البارح مع العشية في الحدود، في 2 بغال ما بين وجدة والجزائر، حيت الأصل ديالهم جزائر. أصول ديال هاد شباب هادو وجادة. تم هنايا نقل الجثة الثالثة ديال داك الشاب هذاك كما قلت لكم. يعني مشاو العائلات ديالهم، مشاو اصدقاء ديالهم، مشاو معهم العسكر السلطات، جابوهم من عندهم من تمانيك. ما عرفش هادو واش ناس ولا لا اعلم شنو هادو. المهم، الحمد لله على كل حال استلموا الجثة ديالو، غادي تدفن هاد النهار مع العشية ان شاء الله، في هاد نهار الجمعة. الله يرحمه ويسع عليه. أه ما عرفتش كيفاش. والله ما عرفت. المهم، لا يستر صحيح، يعني 5 شهور، المدة ديال 5 شهور ولا أكتر هو عندهم تماني ميت. يعني شنو يستافدوا به؟ راه ميت، ما عندهم ما يستافدوا به. يعني على الأقل يعطيوه الوالدين ديالهم. هذاك الشاب اللي راه عندهم مازال حي، عاد راه عنده السجن عندهم تمانيك مشدود. ما فهمتش، والله ما فهمت. عارفين احنا القانون الدولي، عارفين كل شيء. يعني الحمد لله حافظين كل شيء، قوانين، عارفين كل شيء. ما راه هاد الشيء راه انساني، كيبقى انساني. هاد الشيء ما كيبقاش فيه حقوق ولا شي حاجه. السيد راه مات، يعني صاي، ما عندك ما تستجوبه ولا تقول له شنو كاين. يعني خصو يتسلم الوالدين ديالو. و5 شهور هو عندهم، يعني راه شي حاجه بزاف. المهم على كل حال، راه استلموا جثة تاع السيد، عطاو لوالديه. في الحدود ما بين 2 بغال اللي كاينة في وجدة، ما بين الجزائر والمغرب، اللي كانت محلولة واحد الوقت، يعني بكري كانوا محلولين. جابوا في سيارة ديال نقل الأموات. جاو معهم أفراد ديال العائلة ديالهم وقوة الدرك الملكي، قوة المساعدة. آه، المهم، هاد النهار تندارت الجنازة ديالو مسكين الله يرحمه. آه، تندارت في وجدة. وداك الدري هداك اللي باقي عاد، يعني ما عرفنا شنو كيديروا معاه، شتو جابوه ما عرفتش، ما عنديش معلومات عليه. مازال راه عندهم، محتاج عندهم تمانيك. نتمنوا له ان شاء الله تا هو خير، يحلو يطلقوا له تا هو يدخل المغرب ديالو. المهم كان هذا هو الخبر تاع هذا النهار هذا للاسف.
ما انا ماشي داك النوع اللي كيعجبني بحال هاد كيجوش عليكم كون خوتي راكو تعرفوا شنو كاين يعني. صراحة انا قريب لهاد المنطقة هادي يعني وعارف شنو وقع هنا. أه ما كذبش عليكم، ما عجبنيش هاد الحاجة اللي داروا كاع. المهم نتمنوا لك الدري هذاك تلقوا له ان شاء الله، ونتمنوا له يكون بخير على خير، ما كيديروا له شي حاجه تما ولا و... ويكون خبر جديد ان شاء الله على انه تلقوه حتى هو و... وتسنى له في خبر جديد ان شاء الله تاني. اللي عجبو الفيديو يدير لايك. آه، لايك راكو تمانيك لايك، سبسكرايب، باغي تابونا في قناة وين ندير شي حاجة لا توصلك، مرحبا بك معنا، ادخل تابونا. المهم آه، نتمنى رحمة لهاد الاشخاص هادو اللي ماتوا، ونتمنى الصبر للوالدين ديالهم، وشكرا، ونلتقيكم فيديو جديد ان شاء الله.